صباح الخير. في الفترة اللي فاتت الذكاء الاصطناعي عمل ضجة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من أول تقنية الديب فيك اللي بتغير وش حد ووش حد تاني زي ما شفنا في فيلم فيوري 7. ده غير كمان الصور المرسومة بالذكاء الاصطناعي، وكمان ممكن تحركها بالذكاء الاصطناعي. وهنا تيجي تسأل نفسك سؤال: هو ايه المدى اللي ممكن يوصله الذكاء الاصطناعي؟ وهل ممكن يوصل ان هو يبقى اعلى مننا لدرجة ان هو ممكن ياخد مكاننا وياخد كتير من وظايفنا ويبقى العالم للآلات بس؟ ما تيجوا نشوف. في الحرب العالمية التانية اكتشفت الحكومة الإنجليزية إن القيادة الألمانية بتبعت رسائل سرية للجيش الألماني بشفرة الإنجما، وعينت الحكومة فريق من أمهر علماء الرياضيات في المملكة المتحدة، وكانت مهمتهم هي فك شفرة الإنجما. اللي كان بيقود الفريق كان عالم الرياضيات ألين تورينج، وعمل الفريق آلة بتفك شفرة الإنجما بأسلوب لعبة الكلمات المتقاطعة، ونجحت في إنها تأثر مدة الحرب وتدي فرصة النصر لقوات الحلفاء. الآلة دي تعتبر النموذج الأول للكمبيوتر، وبعد الحرب ما انتهت ابتدى ألين تورينج يعمل دراسات خاصة. الهدف منها هو معرفة هل الآلات ممكن إن هي توصل إن هي تفكر وتتعلم وتكتسب مهارات وخبرات زي الإنسان. وعلشان يأكد دراسته عمل اختبار اسمه اختبار تيورينج أو تيورينج تيست. الاختبار ده بيشترك فيه 3 أطراف: الكمبيوتر و2 بني آدمين عاديين، ويخلي تيورينج ال2 البني آدمين العاديين يسألوا الكمبيوتر سؤال يبدو غريب شوية: يا كمبيوتر، هو أنت كمبيوتر ولا لأ؟ وهنا الكمبيوتر يجاوب بآه أو لأ. القصة اللي أنا بحكيها لك ديت تعتبر البذرة اللي بدأ منها فكرة الذكاء الاصطناعي، والقصة دي اتعملت في فيلم إيميتيشن جيم للنجم الإنجليزي بنديكت كامبرباتش. وهنا نيجي للسؤال: هو إيه الذكاء الاصطناعي؟ وإيه علاقته بالذكاء البشري؟ وإيه هو الذكاء أصلا؟ الذكاء هو عبارة عن نشاط عقلي بيقوم على التحليل والتفكير في المعلومات وأخذ القرارات بناء على المعلومات دي. ولو جينا نعرف الذكاء الاصطناعي فهو نفس التعريف الذكاء بتاعنا، ولكن الفرق إن الإنسان هو اللي عمله، وبيتكتب فيه أكواد وعمليات حسابية معقدة بتبرمجه إنه ياخد قرار معين أول ما يحصل حدث معين. مثال على ذلك زرار الباور بتاع الكمبيوتر أو اللاب اللي بتتفرج من خلاله على الفيديو ده، لو دوست عليه هتقفل الجهاز، لأن الزرار ده متبرمج عليه ذكاء اصطناعي إنه أول ما أنت تدوسه هيفتح الجهاز ويطفي الجهاز. وكذلك مع الآيفون والآيباد والتلفزيون والراديو والميكروويف وكل الأجهزة الإلكترونية متبرمج عليها ذكاء اصطناعي. ومش بس كده، كمان الذكاء الاصطناعي موجود في تقنيات CGI بتاعت الأفلام والمسلسلات، زي تقنية الدي ايجينج اللي شفناها في فيلم ذا ايرشمان لروبرت دينيرو والباتشينو، وفيلم ترون ليجاسي لديزني، وتقنية الموشن كابتشر اللي بتسجل فيها حركات الوش وحركات الجسم وبيتعمل فيها شخصيات مرسومة بشكل مبدع جدا، زي جولوم في أفلام لورد اوف ذا رينجز، وسانوس في فيلم افنجرز انفينيتي وور وافنجرز اند جيم، وكينج كونج وسيزر وشيرة القرود بتاعته في افلام بلانيت اوف ذا ايبس. وحتى الالعاب الالكترونيه متبرمج فيها ذكاء اصطناعي، وفي قناه على اليوتيوب اسمها AI and Games بيشرح فيها انظمه الذكاء الاصطناعي في العاب زي هاف لايف ودوم وفير وباك مان والعاب تانية كتير. هسيب لكم لينك القناه في الوصف تحت. وهنا نيجي لسؤال تاني: هل حصلت مواجهة بين الإنسان والآلة ولا هو كلام أفلام وخلاص؟ الحقيقة حصل، ولكن مش بالشكل الخيالي اللي احنا متصورينه. في فترة التسعينات وبالتحديد سنة 97 شركة IBM بتاعة الكمبيوتر عملت جهاز كمبيوتر ليها اسمه ديب بلو، وبرمجوه إنه يلعب شطرنج.
وينافس بطل العالم في الشطرنج جاري كاسباروف. في الماتش الأولاني كسب كاسباروف ديب بلو، ولكن في الماتش التاني كسب ديب بلو كاسباروف. والسبب في كده إن الفريق اللي عمل جهاز ديب بلو برمجوه إنه يتفرج على كذا ماتش شطرنج، بحيث إنه في الماتش التاني يقدر إنه يكسب كاسباروف. ومن هنا ابتدينا نفكر ازاي الذكاء الاصطناعي هيتطور أكتر من كده، وهل ممكن يوصل إنه يدرك ذاته ويسيطر علينا ويبقى عالم للآلات بس، زي ما شفنا في ترمينيتور وماتريكس واي روبوت. خبراء التكنولوجيا شايفين إن الذكاء الاصطناعي هيعمل تحول في تاريخ البشرية، زي اللي عملته الثورة الصناعية في القرن التمنتاشر والقرن التسعتاشر، لما تحول نشاط الإنسان الأساسي من الزراعة للصناعة مع ظهور الآلة، وترتب عليها ظهور الشركات الكبيرة وظهور المصانع، وترتب عليها ظهور مجالات جديدة زي مجال إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية. وابتدينا نصنع حاجات زي العربيات والقطارات والطيارات. من ضمن التحولات الجديدة اللي عاملها الذكاء الاصطناعي هو ظهور الفيرتشوال اسيستنت أو المساعد الافتراضي، وده عبارة عن ذكاء اصطناعي متبرمج على صوت الشخص اللي بيبرمجه، وده ممكن يستبدل وظيفة خدمة العملاء. ومؤخرا منصة شات جي بي تي اللي بيجاوبك على أي سؤال أنت عايز تسأله، وممكن يساعدك في مجالات زي البرمجة والتسويق الإلكتروني. ده غير العربيات ذاتية القيادة اللي بتتحرك من غير تدخل الإنسان، يا دوبك تقول اسم المكان اللي أنت عايز تروحه ويوديك على طول، زي ما شفنا في فيلم توتال ريكول لأرنولد شوارزنيجر. باختصار، الذكاء الاصطناعي هيبقى اختصاصه الوظائف الروتينية، أما الوظائف المعتمدة على الإبداع وعلى الذكاء العاطفي زي المحاماة والطب بكل مجالاته والتمريض والرسم وإدارة الأعمال والنجارة وغيرهم، هيبقوا اختصاص البشر. ودي ميزتنا كبشر عن الآلة. انت لو جبت واحد وحطيته قصاد مشكلة والمشكلة دي حلها قبل كده، هيعرف ان هو يحلها بسهولة حسب الخبرة اللي اكتسبها. اما الكمبيوتر ولو حطيته قصاد مشكلة فانت محتاج انك انت تبرمجه باستخدام عمليات حسابية معقدة علشان يعرف يحل المشكلة اللي قدامه. خلاصة الكلام، تطورنا كبشر على مدار التاريخ خلانا ان احنا نقدر نحل مشاكل ونغلب تحديات كانت واقفة قصادنا، ونعمل المعجزات، من اول اكتشاف النار للكتابة لركوب الأحصنة للمراكب البحرية العربيات للخروج بره مجال كوكب الأرض ذات نفسه واكتشاف الفضاء، لحد اختراع حاجة بتقلد ذكائنا وممكن تساعدنا في حل مشكلات زي الروتين. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.